اهم حاجة او الفكرة في ان جسمنا ياخد طاقة والياف وبروتين. بروتين ايه عاملين ايه؟ بصوا بقى، في ناس كتير جدا وانا كنت واحدة منهم الصراحة كنا شايفين ان وجبة الفطار دي رفاهية، يعني اصحى الصبح افطر يعني ايه يا عم انا مش جعانة. بس الحقيقة اللي مش كل الناس عارفاها ان جسمنا مش بيتعامل كده ابدا. الجسم طول الليل بيبقى في حالة صيام، اول ما تصحى بيبقى محتاج اشارة تقوله في طاقة في امان، اليوم كده هيبدأ تمام، في طاقة في امان يلا معايا. المهم الاشارة دي بتخلي المخ يقلل من هرمون اسمه الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر اللي بيخلينا عايزين نزعق مع اي حد بيكلمنا الصبح. ومجرد وجبة فطار بسيطة ممكن تخلي مزاجنا اهدى كتير قوي طول اليوم. والاجمل ان في دراسات بتقول ان الناس اللي بتفطر بيقدروا يتحكموا في جوعهم باقي اليوم اكتر. يعني ايه؟ يعني ما يجوش طول اليوم يقعدوا مع التلاجة جلسة صلح. وده بجد جربته بنفسي، بقيت افطر حتى لو حاجة بسيطة جدا زي مثلا بيضة مسلوقة مع خيار او موزة مع شوية مكسرات، وكانت النتيجة معدتي بقت هادية جدا ومفيش هبوط ولا دوخة ولا جوع مفاجئ بيخلي الواحد ياكل اي حاجة وخلاص. وركزوا كمان في حتة مهمة جدا، الفطار مش لازم يكون وليمة فخمة، الفكرة ان جسمنا ياخد طاقة وبروتين والياف علشان يشبعنا وقت اطول. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة نبدأ بحاجة صغيرة ونزودها مع الوقت، ونختار اكلات خفيفة ومغذية، يعني مثلا زبادي مع شوفان او فاكهة مع مكسرات او حتى سندوتش بيض صغير او جبنة قريش. ونحاول نخليها عادة مش حملة مؤقتة وهنكسل بعد اسبوع. وافتكروا دايما الفطار مش رفاهية ولا كماليات، ده اهم استثمار ليومنا كله. ولو المعلومة دي فادتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ونكمل مع بعض الرحلة دي خطوة بخطوة ومن غير فزلكة. واستنوني الحلقة الجاية. باي باي.